فكرة ان انا اجمع افكار محتوى ترندي فايرال، ارسمها على فانل، ابدا ان انا انتج المحتوى بتاعي وببلش، كويسة جدا. ولكن لو ما بتعملش الخطوة اللي انا هقول لك عليها دي، فانت بتضيع عليك حرفيا فرص كتيرة جدا. احنا بننتج محتوى وبننشره، بيطلع شوية ارقام، فيوز وانتر اكشن وانجيجمنت وهكذا. ولكن هل سألت نفسك ايه اللي المفروض انا اعمله بالارقام دي؟ اكيد السوشيال ميديا بلاتفورمز مش حطاها للمنظره، مش حطاها ان انا اتفرج عليها وشكرا. ورا كل مترك من المتركس الموجوده عندك على السوشيال ميديا، سواء الريتش بتاعك، سواء الانجيجمنت بتاعك، الهوك ريت، الهولد ريت، كل المتركس الموجوده في فرصه للنمو والتطوير والتحسين. فمهم جدا انك تحلل كل بيس اوف كونتنت انت بتنزلها على صعيد الهوك، على صعيد الفكره نفسها او الانجل اللي انت بتتكلم منها، وعلى صعيد الفورمات. وده بس علشان تعرف كل بيس اوف كونتنت نجحت ليه، واللي فشل ليه. ومن هنا هيبدا يطلع لك المؤشرات اللي انت بناء عليها تختار انواع المحتوى اللي بتنجح معاك، وتبدا تحسن على المحتوى اللي ما نجحش معاك او تحيده، وتبدا تجرب حاجات جديده. وبس كده، ده اخر ريل في السلسله دي. ولو في اي حاجه مش واضحه او في معلومه محتاج ان انت تعرفها بشكل اعمق، او ازاي تطبقها على البيزنس بتاعك، انت ممكن تبعت لي في اي وقت.